فكرة بمليون جنيه. هنبطل نقف طوابير على الأفران، ومش هخليكوا تجيبوا حشوات بكمية كمان، والقلب الأحمر عشان حنان نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هيجي بنا نطبخ مع حنان 4 كوبايات مية زي دمع العين، كوباية بتاعت الشاي وكل مقدارنا بكوباية الشاي، 4 معالق سكر يا سكر، كيسين 2 خميره فوريه، وهقلبهم. قلبوهم كده، سيبهم بس حبه صغننين لحد ما تعرفي بس ان ايه خميرتك شغال. يلا بينا كوبايه زبادي برضو بدرجه حراره المكان، معلقتين 2 خل، ربع كوبايه زيت، والربع التاني هنستخدمه احنا، هناخد نص كوبايه، معلقه حبه البركه والزعتر ده اختيار، معلقه ملح، كيس بيكنج باودر. حط بس الكمية دي كده وتشوف النتيجة هتبهركم. معلقتين 2 لبن بودر، وقلبي قلبي. شايفين بقى الريحة بقى في الوقت ده؟ يا وعد عليه، يا وعد 2 كيلو دقيق نخلاهم، اي نوع دقيق عندك ما يهمكيش هاتيه، في عرق ما فيهوش عرق هاتيه. ليه بقى؟ انا هقول لك تعملوا له عرق ازاي. هنقلبه، هدوبه كده في المادة السايلة كده، وسيبيه بس ربع ساعة، ما تعجنيش. اول ما ادوبه كده سيبيه بس كده، اقعدي بس ريحي شويه، اشربي له كوبايه شاي ولا صبني كده مواعينك، وارجعي له تاني هتلاقي عمل عرق. اهم حاجه العجينه تكون طريه وبتلزق. بصوا عمل عرق لوحده خلاص. معلقه زبده ده برضه اختيار، بس انا بعزز العجينه، بعزز اللقمه اللي الولاد هناكلها واحنا هناكلها، عشان لو ما عندناش حشوه هنعمل نحط حشوه اي حاجه، اللقمه تتاكل تبقى حلوه تبقى طعمه بس. انما لو عايزه تشيلي الزبده شيليها، عايزه تشيلي حبه البركه والزعتر مفيش مشكله. هحط ربع كوبايه الزيت التانيه كمان عليها. خلاص العجينه بتاعتي قلبت بس الزبده، ما عجنتش، العجينه بقت في ايدي ملبن. يلا بينا غطيتها كده، ما خدتش ساعه الا ربع. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا وعد يا وعد على العجينه الحلوه دي يا حنان. خلاص كده هرشت دقيق، هقطع عليه، قطعي بقى زي ما انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره، دي ترجع لك انت. انا اقطعها صغننه كده زي ما انتم شايفينها كده في الكاميرا. هقطع بسم الله ما شاء الله. العدد بقى هتشوف في العدد وانتوا اللي هتقولوا لي. خلص كده وغطيها وابدأي على طول. الصينيه بقى اللي هتدخل الفرن معايا على طول. بصوا الكميه، شايفين الكميه وشايفين الجمال وشايفين البركه بذكر الله والصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. البركه والخير بيعم علينا وعلى اولادنا وبيتنا. طيب صينيه ورشت دقيق. ليه الدقيق؟ بتخليها حلوه، بتحافظ عليها ما بتلزقش. انا مش بحط زيت، دي بتخليها ما بتلزقش معايا عشان بسيبها تريح كمان ما تلزقش معايا في الصينيه. ابطبط كده من النص، خدت القرص اللي انا حطاه من جوه لبره، واسيب الطرف مرفوع كده، وسيبي مسافه كده جنب منها بالراحه لانها هتريح لسه. على ما اخلص بقى كله، مش هدخل الفرن دلوقتي خالص، هخلص الكميه الاول كلها على طول. العجينه طريه حلوه قوي قوي قوي، تتاكل كده. اصل العجينه لا الله 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 الله، يا وعد على الجمال، ويا وعد على الطعامه، ويا وعد على الكميه، ويا وعد على البركه. الله 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 الله، قولوا بقى الله وبسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بالشوكه كده في النص وشكشكتها. شغلت الفرن يا دوبك بتتشمع بس تستوي، ما تطلعهاش طريه ولا عجين. بتاخد معانا ربع ساعه. شايفين الجمال وشايفين الطعامه. الدقيق بقى كده بمنديل كده ومسحيه وسيبيها تتهوى كده شويه معانا. وهنعد دلوقتي، وعدوا معايا يا متعلمين يا بتوع المدارس، وهتقولوا لي دلوقتي العدد كام. يلا بنخلص بقى الكميه. شايفين الكميه، شايفين البركه حلوه. اعملي لاولادك الصبح، يقوموا الصبح بدل ما تحشي وبدل ما تروحي تجيبي حشوات كتير وتضغطي نفسك، لا اللي موجود بقى كل يوم حته جبنه، معلقه كاتشب، معلقه جبنه اللي انت عايزاه بقى، تبقى ريحتها حلوه وتبقى طازه بدل ما تفرزيها محشيه وما تبقاش طازه. يلا بقى عدوا معايا الجمال، وقولوا لي تسلم ايدك يا حنان. بص الكيسه هحط فيها 6. تمام. يلا الكيسه هنحط 6. هتعمل قد ايه دلوقتي يا حنان؟ انت اللي هتقولوا لي دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى ال8 في 6 بكام؟ قولوا لي انتوا ال8 في 6 بكام؟ انتوا لازم تقولوا لي في التعليقات، انا ما بعرفش اعد. يلا بينا تعال. خدنا كيس بقى كده، على ما لميت بقى مكاني كده ومسحت الدنيا وصبنت مواعين وصوانيه. يلا بينا. صلصه بقى عندك، طماطم، كاتشب، مش عايزه تحطي اصلا اللي انت عندك بقى. عندك حته لانشون بقى، عندك اللي موجود. انا هعملها ببصل، بحبها قوي 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 البيتزا، انا والولاد بنحبها ببصل. عايزه تحطي فراخ، والله عندي فراخ بس ما حطيتش. ده هحطهم في الطاسه على نار 5 دقايق بس. هغطيه. ليه؟ عجينتنا مستويه وحلوه وجميله. مجرد ما هنسيح الجبنه على الخضار، حط الخضار اللي يريح، ده ترجع لك انت بقى.
عندك عصاج لحمه حطي، ده هدخلها الفرن بتاعي هادي، هدخلها برضو 10 دقايق هتسيح، هتشوفوا النتيجه بقى دلوقتي. اكلتوا بيتزا، اكلت ولادك، وانت الصبح بتعملي السندوتشات وبتعملي لهم العصير وبتلبسيهم، هتحط الحشوه اللي عندك وهتغطي عليها، مش هتكملي 5 دقايق. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وتسلم ايدك يا حنون. بس انا مش عايزه منك الا تقول له تسلم ايدك يا حنونه، ودعوه حلوه كده من قلوبكم الجميل. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويحفظكم ويحفظ لكم ولادكم، وعمد راسي سعيد يا رب علينا وعليكم جميعا جميعا يا رب. يسلم لي قلوبكم، يسلم لي لسانكم، يسلم لي كلامكم الحلو، ربنا يحفظكم ويحفظ لكم اولادكم. بس شايفين الجمال بقى. والجبنه انا بجيبها سايب، ابقى اعرف لكم الاسم عشان اللي بيبقى بيسالنا على الاسم. انا بجيبها سايب، بجيب بالربع، بجيب بالنص، مش بجيب الكيسه على بعضها. لو عايزين اسمها هبقى اعرف لكم الاسم، بجيب من السوبر ماركت من تحت بيتي والله. يلا بينا، مع السلامه، اشوف وشكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلام، باي باي.